السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة 12 من مسلسل أنا وأنتي. عافاكم أخوتي الأعزاء، والله يرحم لكم الوالدين ويسهل عليكم مصاحب أخوتي. اشتركوا معنا في القناة، بزاف منكم كينساو ما كيشتركوش، وهذه الفرصة باش تشتركوا، الله يرحم لكم الوالدين. في هذه الحلقة غادي نكتشفوا بأنه صوفيا من بعد ما شافت سعيد ما فرحانش بالتزويجة ديالو مع حياة، وخصوصا هادشي كامل طاري بسببها حيت حياة شاد عليه فيديوهات. فأنا صوفيا هي ما باغياش تتزوج نهائيا بعماد، وما بقى عندها حتى شي حل اخر باش انها تقدم راسها. صافي كون كان بصح سعيد باغي ما يتزوجش، كون كمل في الحقيقه وقلب على شكون اللي قتل مول الباتيسري، واش مات اصلا ولا كاع دوك الاحتمالات اللي كان كيقول ليها ما دار منهم في الاخر حتى شي حاجه واستسلم. فانا كنشوف انه صوفيا حتى هي استسلمت وقدمت راسها للبوليس. البوليس بطبيعه الحال يسمعوا هذا الشيء، اعتقلوها ودخلوها للحبس بيد ما بحثوا في القضيه وعرفوا شنو كاين. فغادي تدوز مدة صعيبة صوفيا وهي في الحبس، غادي تكرفس ديال بصح، خصوصا انها داخله لواحد الحاجة ما دايرهاش، وزيد عليها فيما كتبغي تفكر اشنو واقع ما كتلقى حتى شي حاجة عندها في الذاكرة ديالها. وغنشوفوا بانه حتى السجينات غيتعاملوا معاها بواحد التعامل اللي هو خايب بزاف، وخصوصا ملي غيعرفوها بلي قاتله روح ما غاديش يدوزوها ليها، غادا تعاني صوفيا تما. وشوف فين كانت عايشة في الفيلات وبشريكتها بالروايح وداكشي، وفي الاخر منين تقالبات سونيا وصوفيا الادوار، ولا منين سونيا ضحكت على عائله ديال صوفيا ومشات عاشت معاهم، وصوفيا مشات لهاد المحيط هذا ما قدراتش تزد راسها فيه لدرجه تشوف فين ولات في الحباسات. هنايا غنشوفوا بعد ما البوليس غيبحثوا في القضيه وغيعرفوا باللي هذاك السيد راه ما ميتش، ولقاوه باقي حي، كان غير مختفي اصلا. ف بعد ما دوز مدة صوفيا في الحبس غادا تخرج بالبراءة ديالها، وغادي تكون هنايا تلاقات بها حليمة، وغادي تعاود ليها كل شيء. حيت صافي حليمة مشات لعند سونيا وقالت لها راه اختك مشات للحبس، اختك راه تشدات، اختك راه هادي وهادي وهادي. والو سونيا ما همهاش هادشي، هي اللي همها هو نوفل. صافي نوفل لقاتو فارس احلامها وداك السيد اللي كانت كتحلم به، وعاد زيد عليها الفيلا والطوموبيل والشركه، واحد الحياه اللي ما كانتش كتخيلها حتى في الاحلام. فداك الشيء علاش قصحت راسها وما بقاتش بغات تدوي مع حليمه، ديما كتقول لها ان شاء الله عطيني شويه الوقت وهذا، ولكن هي داك الشيء اللي في عقلها ما كاينش اللي غيغيرو. وهنا كنشوفوا بانه حليمه مشات دوات مع صوفيا وقالت لها كل شيء، وعاودت لها على اختها وشنو دارت اي حاجه متعلقه حتى بدوك التصاور ديال شحال هادي باش كانت شافت مريم مع نوفل، وقالت لها واقيلا هاد الناس هادو بحال كنعرفهم، وداك الكونت انستغرام اللي كتقول بلي لا راه الكونت ديالها، وشحال من حاجه اخرى تجمعوا ليها كاع داكشي اللي عندها في راسها. واستنتجت بلي راه بصح راه هذيك الحياه اللي كتعيشها دابا سونيا راه حياتها. ولكن صوفيا لعبتها ذكيه، ما بغاتش تكلخ وتمشي في وسط من هاد الصراعات كاملين اللي كتعيشهم حتى سونيا، وتبان فجأة في الحياة وكل شيء ساك الأخبار وترون هادشي كامل. داكشي علاش عطات لداكشي شوية الوقت ومشات بغات تواجه مع اختها نيشان. دابا دوينا على صوفيا، راه دابا ندوي على سونيا وكيفاش غادي دوز هاد البيريود هادي حتى هي في المحيط اللي غريب عليها واللي نايضه فيه الروينه. حيت بصح سونيا بدات كتقلب على الحقيقه وعرفت على شحال من حاجه اللي ما قدراتش صوفيا تعرفها منذ سنوات، وقدرات خديجه تخبي عليها. اما خديجه ما قدرتش تخبي حتى شي حاجه على سونيا، حيت سونيا غاديه بخطوه بخطوه حتى تعرف شكون امها وشي تصويره على امها ولا اي حاجه كتربطها بالماضي. فكما كنعرفوا بانه سونيا دوات مع الابنه ديال القابله نعيمه، حيت صونات ليها وقالت ليها باللي راه خديجه كتصيفط الفلوس لماما وحيت مخبي شي سر وانا وياك خواتات. سونيا بغات تعرف شكون هي هاد اختها هادي، واخا غير من باها ولكن بغات تعرف شكون. فكنشوف بانه غادي دوي سونيا مع ديك السيده اللي كانت دوات معها اللي هي لطيفه، وغتلاقى بها وغادي تعطيها كاع المعلومات اللي خاصينها، وغتعطيها الحقيقه ديال بصح اللي سونيا كانت دارها في راسها. علاش هاد التفريقه هادي؟ علاش صوفيا عايشه حياتها في الفيلا ومع ناس كبار، وانا تلات بيا في الخيريه؟ وغتقول لها انت اللي ديتي لي الخيريه. فهنا غادي تقول لها انا من بعد ما شفت نعيمه كيفاش كتعامل مع الام ديالك وفي الولاده، وكيفاش قتلوها وباعوا اختك،
التويميه ديالك باعوها الناس لاباس عليهم، وكيفاش تعاملت مع هذيك السيده اللي هي خديجه، وكيفاش نتيا كانوا جايين باش كانت جايه ناعمه باش تصفيها لك، حيت خديجه ما عرفاش راه كاين توام. نعيمه اللي عارفه هذا الشيء، وعند بالها باللي مشات باعت صوفيا وجايه لسونيا، اللي ما لقاتهاش قالت واقيلا راه تصرفوا عليها ولا حتى هي تباعت، ولا المهم داك السبيطار دايره فيه مافيا. فما حكراتش وصافي دازت مده ما طرات حتى شي حاجه، صافي مابقاش بغات تبحث في الموضوع. ولكن هنايا شكون اللي جاو وحيد سونيا من تما؟ جات هاد السيده اللطيفه، جات حيداتها من تما ومشات للكوميساريه وقالت لهم بلي راه لقات هاد السيده في الزنقه. ما بغاتش تقول لهم شنو القصه كامله، حيت هادشي راه تقدر تمشي فيه السيده اصلا، حيت راه ناس كبار وما عرفاش شكون لمن تبعت ديك البنت وشنو قادرين هما يديروا. فداك الشيء علاش بقات صابره وساكته على هاد الحقيقه هذه كامله عارفاها غير هي. ولكن من بحثت سونيا راه لقات الحقيقه والسيده ما خبات عليها بصح حتى شي حاجه، كانت خايفه غير على راسها لا تتاذى. ف بعد ما سمعت سونيا هاد الحقيقه هذه كامله تصدمات، وبصح بقى فيها الحال، وبقى فيها الحال على كيفاش عاشت الام ديالها وسط من داك السيد اللي هو عزيز، وكيفاش من موراها تلوات عليه ناعمه، وعاد زيد عليها الاخت ديال ناعمه واحد السيده خطيره بزاف، اللي حتى هي عاشت واحد القصه د حب شحال هادي. والمورا ما بقاتش كاع داتها في الرجال، حيت صافي طاحت مع واحد الشماته، وسمحوا لي على هاد الكلمه هادي، اللي بصح لعب ليها بعقلها، ولعب ليها بشي حوايج كيعنيوها هي كمرأة، وضحك عليها ديال بصح. صافي كان موعدة بالزواج، ومن بعد ما خدا داكشي اللي بغا ما تزوج بها ما حتى شي حاجة، وبقات كتسنى زعما لا شي نهار يجي ويفتح حال الزواج ولا شي حاجة بحال هكا السيد. صافي ما بقاش بان. وهنا فين هي بقات عايشة مع اختها، حيت دوزات واحد البيريود خايبة وما لقاتش شي واحد يوقف معاها في جنبها من غير اختها، ولات هي مقابله ليها البنت ديالها في الدار. وناعمه راه كنشوفوها باللي مواكبه دوك الاحداث في السبيطار، وكتبيع وتشري في الناس اللي هما الطريبيه المهم داكشي اللي دارت مع صوفيا وسونيا باقا كديرو لحد الان، وكل شيء على ود الفلوس. فنورا هي ديك النقطه البيضاء في وسط من في هاد الوسخ كامل، اللي هي نورا بنت ناعمه، اللي باغيه تعاون سونيا باش تلقى الحقيقه، وخصوصا ملي عرفت راه كاينه اختها واخا من باها تحبسات وبغات تعرف شكون. فهنايا نورا غادي دير اللي في جهدها باش انها تدوي مع سونيا وتعطيها اي معلومه ولا اي حاجه بغاتها، حيت سونيا باغا تعرف امها شكون، باغا تشوفها في التصاور. باها عرفاتو ملي داخل في هادشي كامل وسمح فيهم وعلى ود الفلوس ولاح بناتو. صافي بغات تعرفو وما عندهاش كاع علاش تعرفو، و... ولكن بغات تتعرف على اختها، حيت بصح كيف ما وقفت معاها حتى هي غادا توقف معاها باش تبعدها على ديك التريكه اللي يقدروا يأذيوها، حيت عاونات سونيا توصل للحقيقه. تامي هو اللي راخ في النفس في هادشي كامل، وانا غنقول لكم علاش. تامي ما باغيش شي حاجه سميتها صوفيا ولا سونيا اصلا في الاول، ما باغيش ديك التربيه اللي رباتها خديجه، حيت خديجه واحد الانسان اللي عاقله وما كتولدش، وهي اللي كانت باغيه الوليدات. وبالفعل ملي مشات حكرت على انها تكون بنت، وداك الشيء علاش القابله ناعمه مشات جابت ليها ديك البنت، وديك التويميه الثانيه كانت غبراتها. فمازال غادي نقول لكم ان شاء الله الاحداث كاملين ديال الحلقه الاخيره في هذه القناه هذه. اذا دخلتوا واشتركتوا فيها راه غادي نحط لكم الاحداث ديال الحلقه الاخيره بالتفصيل الممل. كما كنعرفوا بانه التهامي ما مرتاحش بزاف لديك الطريبيه اللي كانت جابتها خديجه، وخصوصا عارف كيفاش جابت هي ديك الطريبيه، وعارف باللي هذيك السيده ناعمه ديما كيعطيوها الفلوس ومشات خديجه دارت اي حاجه قانونيه ولا غير قانونيه وفيها الحبس على قبل باش انها تكون عندها طريبيه، حيت هي عاقره وبالفعل ولات عندها طريبيه. ولكن ما نساوش النهار باش تواجهات صوفيا الحقيقيه معهم، بدات خديجه كترطب فيها وتطلب منها السماحه وتقول لها انا خفت نقولها ليك وتهربي ولا ديري شي حاجه. ولكن تامي كان برمقها، ضربها وتعدى عليها. فهنا فين كنكتشفوا بانه خديجه هي اللي كانت محتاجه لديك البنت، وهي اللي كتبغيها وكتهتم بها وخايفه عليها وكلشي. اما التهامي كيدوي معاها غير في الخدمه وفي شي حاجه اللي لوجيك وبلا عاطفه بلا حتى شي حاجه. ما نساوش باللي مريم باللي غادا تشوف هادشي كامل، يعني الاجراءات ديال الزواج ديال نوفل، وهي كتبغيه بزاف، فغادا تلقى الحل باش انها توقف هادشي، هو انها تفضحها قدام كلشي، قدام لي بيرسونيل في الشركه وقدام عائلتها.
وبالفعل غادا توصل لداكشي اللي بغات، حيت كلشي غادي يعرف الحقيقة، وحتى خديجة وتامي غادي يدوروا فيها وغادي يبغيو تا هما يعرفوا الحقيقة ديال فين هي صوفيا الحقيقية، واش كديري انت هنايا. فبهذا كنقدر نقول لكم وصلنا للنهاية ديال الحلقة. ما تنساوش تشاركوا معنا ودعمونا مزيان باش اننا نحطوا لكم الاحداث المقبلة ان شاء الله. وهذا مكان، ومع السلامة.